واشغل الجوال حقي واتصل على التليفون اللي داخل بيتنا. اول ما قال الو عرفت ان اللي رد علي امي. قال لي راح اقول لك كلام راح يصعق، معاك ضابط في الاستخبارات. السلام عليكم، مساء الخير يا جماعة الخير، كيف حالكم؟ طيبين إن شاء الله. أول شيء الله يعطيكم ألف عافية ويسخر لكم يا رب ملائكة في السماء وجنودا في الأرض ويرزقكم لين يغنيكم. يا أخي شكرا على الكلام الجبار اللي قاعد أقراه سواء في كومنتات اليوتيوب أو سواء في كومنتات السناب، شكرا بما تعنيه الكلمة. قسم بالله العظيم إن هذا الكلام يحفزني ويحمسني إني أنزل مقاطع أكثر وأكثر. شكرا للناس اللي قاعدة ترسل قصصها بشكل كثير، الله يعطيكم ألف عافية. ولكن يا جماعة الخير قربنا على المليون متابع. لا تنسى حبيبي وعزيزي المتابع تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات وتضغط على زر اللايك. باقي لنا شوي يا جماعة الخير ونوصل مليون متابع. حرفيا متحمس لهذه اللحظة بكامل قواي العقلية والجسدية. وخلنا نبدأ يا جماعة الخير في قصة اليوم. قصة اليوم يا جماعة الخير قصة مختلفة، والله اني ما ابغى اقول هذه الكلمة بشكل كثير لاني قسم بالله العظيم ما ابغى افقد لذتها، ولكن قصة اليوم لو انعرضت في احد الافلام راح اسلمها جائزة افضل الافلام اللي موجودة عندنا. قصة اليوم مختلفة لأبعد درجة. مثل ما انتم عارفين القصص حكينا أشياء صارت في الماضي عشان نحذر منها في المستقبل. القصص عالم جميل في هذا الكون. يلا خلينا نبدأ. قصة اليوم يا جماعة الخير ترجع لشخص اسمه سالم. سالم يقول عائلتنا عائلة كبيرة مرة، يقول من أكبر العوائل ممكن الموجودين عندنا في المنطقة. يقول عندي إخوان واجد من كل مكان. يقول كنت أدرس في ذاك اليوم في صف الثاني ثانوي. مثل ما انتم عارفين في مرحلة الثانوي تبدأ مرحلة تكوين العلاقات داخل المدرسة، وكل واحد يختار له الصديق اللي يناسبه والصديق اللي يكون على جوه. سالم يقول يا جماعة الخير تعرفت على شخصين هناك، شخص اسمه عبد الرحمن وشخص اسمه علي. كنا في لحظة الدراسة وفي عطلة نهاية الأسبوع كنا نجتمع سوا ونلعب سوا. يقول المهم ما في ويكند حرفيا أو إجازة نهاية أسبوع إلا إحنا نتقابل فيه. يقول خلاص هذا الشيء صار معتاد. يقول بعد ما خلصت مرحلة الثاني ثانوي والثالث ثانوي جت يا جماعة الخير المرحلة اللي جاء فيها البلاي ستيشن. لا مو البلاي ستيشن بس، المرحلة اللي دخل فيها البلاي ستيشن واللعب بالبلاي ستيشن عن طريق الأونلاين. يقول علي أول واحد شرى السوني. يقولوا كل يوم يقولنا والله في لعبة جديدة والله يا هو حماس، وكان يعزمنا البيت ونروح للبيت ونشوف السوني هذا اللي يلعب فيه ونلعب معاه. ويقول انك تقدر برضو تدخل مجموعة وتتواصل مع الناس اللي في المجموعة وتقدر تلعب عن طريق الانترنت مع ناس برا منطقتك. يقول في البداية هذا شيء جديد علينا، ولكن اضاف لمسة كبيرة لعالم سوني حرفيا او لعالم الالعاب. يقول المهم صملت في ثالث ثانوي، اول ما اتخرج من ثالث ثانوي راح تكون لي نجاح اللي هي عرفتوها، اذا واحد نجح من ثالث ثانوي او من الجامعة يجيبون له النجاح اللي هو يبغاها او يجيبون له الهدية اللي هو يبغاها بالاخص. يقول سالم انا قلت مدى ابوي اسمع عيبه، انا ابغى اول ما اخلص من ثالث ثانوي ابغاك تشتري لي البلاي ستيشن. وش البلاي ستيشن هذا يا ولدي؟ المهم قام سالم يشرح لابوه وش هو البلاي ستيشن. العاب الكترونيه واتواصل مع اخوي عن طريق الانترنت افضل ما اطلع في الشارع. كلامه كان منطقي واقنع ابوه. يقول المهم حرفيا يقول من بعد ما شريت البلاي ستيشن ابوي ملاحظ علي اني انا ما اطلع الشارع ابد، حياتي كلها مسجد وبيت مسجد وبيت. وعلى هذه الحاله يقول في ذيك الايام احنا بحركه علمني اياها واحد من اخوياي اللي هي اني اطلب لي عشاء واتعشى واسولف مع اخوياي في نفس المجموعه وهم قاعدين يلعبون، واذا خلص اكلي اكمل لعب. طبعا الشيء هذا اللي قاعد تشوفه الان تحسه شيء عادي، ولكن في لحظه ثوره البلاي ستيشن والالعاب الالكترونيه الشيء هذا مختلف نهائيا، كان شيء له لذه وانا من الناس اللي لحق على هذه اللذات. يقول المهم سالم يقول كنت متعود على احد المطاعم اللي قريبه عندنا اتصل عليه واطلب منه الطلب ويجي يوصله لين باب بيتنا. يقول طبعا اخواني واجد في البيت واحاول اغبي الاكل عشان ما ينتبهون له. يقول فانزل تحت كذا معي تيشيرت واحط الاكل تحت التيشيرت وارقيه جوا الغرفه عشان ما حد ينتبه اني انا جايب اكل، لين فلوسي على قدي وهم يقدرون يطلعون يروحون يشترون. يقول ولكن انا كنت دائما الشخص المميز عند امي، احب امي بشكل غير طبيعي، اي شيء تبغاه اسويه. يقول بعكس اي شخص في البيت. يقول لو قالت لي امي طف السوني وروح ودنا او جبنا يقول تحصلني من اول الناس اللي اقول سمي يا يمه وامري وش بغيتي بس. المهم عرفنا ان سالم شخص مقرب من امه بشكل كبير مره. يقول سالم في يوم من الايام اتصلت على المطعم، يقول طلع الجوال طيط 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 طيط، يقول وادق عليه طوط طوط. يقول شوي يرد عليه حق المطعم قال ايوه هلا وش تبغى؟ يقول طبعا حقين المطاعم ما يقول لك السلام عليكم وعليكم السلام، لا نهائيا. يقول قلت له على طول الطلب حقي. قال لي طيب تعال استلم الطلب. قلت له ليه ما في توصيل اليوم؟ قال لا والله السياره عطلانه ولا نقدر نوصل اليوم اي طلبات. يقول المهم وانا نازل الا قابلت ولد عمي عند الباب قال لي سالم ها وين بتروح؟ قلت والله بروح اجيب طلبي من هنا وبجي، ماني مطول بالسياره ابو 3-4 دقائق. قال لي زين ابغاك اذا رجعت ابغاك تخوينا الاستراحه. قلت له ليه وش السالفه؟ قال
ومشينا نغير جو اوريك اخوياي وفي برضو ناس انت تعرفهم. قلت والله انه ما في وقت. قال يا رجال لازم تروح معي. قلت خلاص اجل عطني وقت بروح للمطعم بجيب اكلي وبرجع. قال لي زين وترى اخوك بيجي بعد شوي هنا. قلت له من اخوي؟ قال اخوك الكبير. طبعا مثل ما قلت لكم اسرة سالم اسرة كبيرة مرة وفي عنده اخوان كثير يمكن حوالي 14 اخو. قال بالله بيجي؟ قال لي والله بيجي هنا ننتظرك ونروح سوا. قلت له زين اجل بوصل المطعم بجيب طلبي وبجي. قال لي لا تتاخر واحنا في انتظار. يقول سالم والله واشغل السيارة تشنن واطلع على الطريق العام. يقول وقف كذا عند المطعم بسرعة كذا على الطريق حتى موقف خطأ. يقول طفيت السيارة عشان بس ما حد ياخذ السيارة ويمشي ونزل. يقول ولكن يوم نزل شفت موقف منيت اني ما قد شفته في حياتي. شفت موقف جديد على ثقافتنا، شفت موقف جديد على الأمة الإسلامية كلها، شفت موقف أول مرة أشوفه بحياتي ويصير قدامي. يقول الموقف هذا كنت أسمعه حرفيا في تويتر في برامج التواصل الاجتماعي. يقول ولكن أشوفه قدام عيني كان هذا الموقف مستحيل. يقول شفت شخص يقول عمره في 16 أو 17 سنة. يقول الرجال هذا يعني حول سني أو أصغر مني. يقول قاعد يتكلم على حرمة ويتفل عليها وقاعد يقول لها كلام بذيء. يقول أنا وجعني قلبي. قلت لا يكون ذي أمه ولا أخته، هذا وين وصل لأي مرحلة من التخلف. والمعروف يا جماعة الخير عندنا سواء في السعودية أو في الأوطان العربية ما حد يرضى أن المرأة تستنقص في أي شيء، حتى لو كانت على خطأ لازم توقف معه إلا إذا كانت في أسباب خادشة لهذه الأعذار. ولكن يقول سالم إحنا من يوم ما تربينا وإحنا على هذه الحالة. أي بنت قدامي تغلط عليها ما له داعي تروح تحاسبك الحكومة، لا راح نحاسبك إحنا كمواطنين. يقول سالم هذه حالتنا وهذه الثقافة اللي تربينا عليها مستحيل تطلع الشيء هذا من راسي. يقول ولكن انا رحت عند الرجال هذا قلت خلني بفكه شوي. يقول وامسكه كذا. ويقول سالم برضو كان جسمه شوي مليان ومتعافي وقوي وعريض شوي. يقول ما شاء الله يعني كان في طاقة جسمانية هائلة. يقول قمت كذا واخرت الرجال كذا وحطيته على جنب ومسكته كذا. قلت ميد الحرمة تعرفينه؟ قالت لا والله ما اعرفه. قلت وش السالفة وليه انت تتفل عليها وتتكلم عليها كلام بذيء؟ قال انت مالك دخل. يقول المهم يمسكني ويخنقني. يقول يوم خنقني وانا اخنقه. يقول ونصير نتشاد باليدين. يقول هو يخنقني وانا اخنقه هو يخنقني وانا اخنقه. يقول المهم انا كان هدفي حرفيا السلام، ما ابغى اي شيء منه، كنت ابغى اهدي الموضوع ولكن وجعني قلبي والحمية عندي ارتفعت شوي، مستحيل اشوف حرمة قدامي قاعدة تنهان. يقول مسكته كذا وحط على السيارة. قلت اسمع انا جاي هنا افك بينك ولكن قسم بالله العظيم لو ما تعقل اني لا اوطى عليك. يقول قال لي الرجال هذاك تخس. يقول يمسك راسي كذا ويحاول يدفني على السيارة. يقول اول ما شفته كذا وامسك راسه بيدي الثنتين واخبطه في بدي السيارة. يقول الا تسمع ددف في الباب. يقول حتى الباب انعفر. يقول قام وهو قاعد كذا قاعد كأنه يدوخ. انا اوريك يا بيقول يخنقني واخنقه من جديد واضرب راسه في المرايه حقه السياره، عرفتوها ذي اللي تناظر من يمين ويسار. يقول واضرب راسه في المرايه. يقول له تسمع صوت كسره المرايه والقزاز جاء في وجهه وطقه كانت قويه مره. يقول الا طاح على الارض وما عاد تحرك. يقول فجاه ناظر يمين يسار الا الحرمه اختفت ولا الناس يتجمعون وش صاير وش فيه مدري ايش. يقول وحاول اختفي من بينهم واركب سيارتي وانحاش. طلب اللي طلبته مستحيل اخذه لو يموتون. يقول انا قلت في راسي انا سويت جريمه بس ما ادري وش سويت، ولكن اللي اعرفه قبل 8 دقائق كنت في البيت ابغى العب سوني وكنت داخل مع اخوياي قلت لهم راح اجيب الاكل وارجع. الان انا ليه سويت هذا الشيء كله ما ادري. يقول المهم واسرع سيده لين ادخل حارتنا وادخل من عند الحاره. يقول وامشي شوي شوي بالسياره ومطفي النور عشان ما حد ينتبه لي ووقف عند البيت. يقول فجاه لا اخوي الكبير ولد عمي قدامي قالوا لي ها سالم بتروح معنا الاستراحه؟ يقول قلت لهم لا والله ماني رايح والله يستر عليكم. يقول المهم طفيت السياره وجيت كذا بنزل وافتح الباب طرقق وانزل من عند الباب وامشي. يقول ما انتبهت ان على قميصي اللي انا لابسه كان فيه دم. يقول الا شافني اخوي الكبير قال لي سالم تعال ايش فيك؟ قال ايش انت مسوي؟ وذا الدم وشو؟ يقول قلت له اي دم صاير؟ انا طبعا سويت نفسي مجنون وناظر كذا الا والله يا جماعه الخير قميصي والبنطال حقي كله دم. قال لي وش انت مسوي؟ علمني وش انت مسوي؟ طاق احد ذابح احد قال لي. يقول قلت له كذا بخوف قلت والله ايه طقيت مع واحد عند المطعم. قال لي طقيت معه وهل انطاعنا مسوي فيه شيء؟ يقول قلت له لا ما طعنته ولكن الرجال مد يده وكان يتكلم على حرمه وخدته وصمخت فيه السياره لين انكسرت القزازه وانحش. قال الرجال صاحي ولا ما هو بصاحي؟ مات ولا ما مات؟ يقول يوم قال لي مات ولا ما مات يقول صدق لا يكون الرجال مات لا يكون الرجال اللي طقيته عند المطعم فارق حياته. يقول قلت له والله اسمع انا والله ما ادري هو مات ولا ما مات. يقول له يصمخني اخوي بقوه قال لي سالم صح وش سويت انت وش سويت؟ قال لي. يقول قلت له اخوي اللي اعرفه اني انا طقيت الرجال هو مات ما مات والله ما ادري. اللي يقول لا اسمع اخوي يتحسب حسبنا الله ونعم الوكيل انت وش بتسوي فينا؟ كله
كله من ذا السوني وكله ما ادري ايش. يقول قام يحط اعذار ما له دخل. قال لي امشي وركبني السياره. قال امشي من داخل البيت امشي. قال وين جوالك؟ قلت معي. قال في احد دق عليك؟ قلت لا. قال لي وين مكان الشخص اللي ضربته؟ قلت عند المطعم. يقول يطلعون بالسياره يمين يسار طق 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 الا المطعم في وجيههم. صدق يحصلون الشرطه متجمعه والاسعاف جاي. يقول السالفه كبيره. ناظر فيني كذا اخوي وانا كنت راكب ورا في السياره. قال لي يا سالم اتوقع ان الرجال مات، بما ان الاسعاف والشرطه جايين فاتوقع ان السالفه كبيره. لو الرجال صحى كان ما جاء الاسعاف. يقول المهم قلت مد اخوي والله ما ادري. قال امشي انا عارف ايش عفادك. يقول لا ترد على اهلي، واذا اتصلت عليك امي قل لها انك رايح مع اخوك الكبير. خلاص زين. يقول المهم اخوي انطلق فيني ومر محل قال انزل اشتر لك كذا لبس. قلت ليه؟ قال اشتر لك كذا لبس انت ما تفهم؟ اشتر لك كذا لبس. يقول اخوي كان في قمه غضبه. يقول اخوي هذا اكبر مني ترى يمكن 28 سنه 29 سنه ما هو صغير. يقول هذا اكبر اخواني. قلت له ابشر. يقول وانزل واشتري لي يمكن حوالي 4 ملابس. قال امشي الان راح نوديك المنطقه صحراويه يسكن فيها احد عماني وراح تعيش عنده وعند الابل حقه. وش السالفه؟ وش الموضوع؟ قال بعلم كذا. وصلت هناك. يقول يوم قربنا لين المنطقه البريه هذه صد الا اخوي الكبير قال لي اسمع الرجال اللي طقيته ممكن مات وان الحين راح نزبنك عند عمي، والرجال هذا لو مات ترى راح يقصون رقبتك انت. يقول اول ما قال الكلمه هذه جاني كهرب في كل جسمي. قلت هل من الممكن انا اصير قاتل؟ مستحيل. ما وصلت لهذه الوحشيه، ما وصلت لهذه الدناءه او هذه المرحله اني اذبح انسان. يقول ولكن كنت في قمه غضبي. ليه يتكلم على الحرمه؟ يقول المهم قاطعني اخوي الكبير وقاطع كلامي. قال هذا حنا الان وصلنا عند الحلال، ابغاك تنزل وتقعد في الخيمه اللي هنا ونتعشى انا وعمي ولا تفتح معاه اي موضوع. يقول صدق وننزل عند عمي واقعد اسولف معه. مرحبا يا عم كيف حالك؟ طيب مرحبا من زمان ما شفتكم، وينك يا سالم مختفي ما تجينا؟ قلت والله يا عم اني منشغل ومثل ما انت شايف وتوني مخلص دراسه. قال يقول صار عمي يحلف علي اني انا اقعد عنده 3 ايام. يقول واجب انك تقعد عندي يا ولد اخوي وهذه حق الضيافه وانا عمك. يقول قلت له ابد زين. يقول واحنا اصلا نبغى نقعد عنده عشان نسبن من الشرطه ونسبن اذا كان في قتل او لا. يقول سالم انا من بعيد قاعد اشوف اخوي وهو قاعد على جواله كل شوي قاعد يحدث السناب ويحدث البرامج اللي عنده، ما ادري ايش صاير. يقول فجاه لف علي. يقول بعد مرور ممكن ما يقارب 7 ساعات 8 ساعات. يقول له اخوي لف علي الجوال قال لي شفت وشو؟ قال هذا خويي في الشرطه. يقول قبل 2 ساعتين جتنا حاله قتل وهو يرسل الاخبار دائما في الجروب. يقول شوي اخوي الكبير نظر فيني كذا يعني بنظره حاده. اتوقع يا سالم حان الوقت اللي تستلم فيها امتعتك ولا عاد تشوفنا ولا تعرفنا. قلت ليه وش السالفه؟ قال انا اعلمك السالفه قم عند عمي. يقول سالم ونروح عند عمي. يقول ونقول ميد عمي السالفه انه صار كذا كذا كذا. يقول عمي غضب شديد. يقول قام عمي وسحب السلاح حط السلاح كذا في وجهي. قال اسمع يا سالم احلف يمين انك انت كنت تدافع عن شرف مره. احلف يمين. يقول صرت احلف العمي اقسم بالله العظيم اني انا شفت هذا المنظر قدامي ولا تحملته. طقيت الرجال والرجال عاد مات والله يرحمه. يقول بعد ما قلت الكلام هذا العمي يقول صار عمي ناظر فيه كذا ونزل السلاح. قال اسمع يا سالم الله يكون في عونك وتحمل. قلت له وش هو؟ قال راح نطلعك من دولتنا ونوديك لدوله ثانيه تهريب. يقول قلت كيف تهريب يا عم؟ قال راح تعرف كيف تهريب ولكن جوالك وينه؟ ياخذ جوالي ويقطه في النار. قبل ما يقطه في النار طلع الشريحه وكسرها ورماها. قال الان اسمك ما هو سالم ولا عندك جوال ولا عندك هويه، عطني ساعه وراح اجيك لا تتحرك من هنا. يقول بعد ساعه صدق جاء عمي ومعاه بيكب اونيت. يقول فيه تانكيين زرق ورا في الصندوق. قلت شو السالفه يا عم؟ قال السالفه الله يسلمك انك راح تطلع تهريب اليوم وهذه التوانكي اللي ورا توانكي بنزين، اذا نقص البنزين عندك داخل السياره وصل لين اللمبه انزل وعب غير لا تعبي وحافظ عليه ترى باليالله راح يوصلك لين الحدود. لو نقص او استخدمته او ضيعت في الطريق اللي راح اوصفه لك حرفيا راح تتوه وتكمل طريقك كله مشي. قلت له يا عم انت صادق تبغون تتخلون عني؟ قال ما اقدر اسوي لك شيء انت شخص قاتل. يقول كل ما قال لك كلمة قاتل تجيني حرفيا نفس الكهرب اللي يجي في راسي. يا عم أنا ماني قاتل والله إني ما قتلت أحد. قال إلا قاتل ونص. اسمعني واترك عنك الصياح ذا، الآن راح الخيمة وريح وبعد 2 ساعتين راح تحرك قبل طلوع الفجر وراح أجهز لك الخريطة والمكان اللي راح تمشي معه وراح أجهز لك المؤونة كاملة. يقول صدق عمي انطلق وجاب المعلبات يا جماعة الخير اللي هي الزيتون والتونة الأشياء المعلبة هذه اللي تكون عمرها طويل. يقول حطها معي في السيارة. يقول تكفيني المؤونة هذه حقت 2 3 أيام. يقول وأنا يبغالي بالسيارة 5 أيام عشان أوصل للمنطقة الثانية عن طريق البر. يقول طبعا ما راح أرقى للطرق المعبدة أو المزفلتة، لازم يكون طريقي كله خفي وكله مع أطرقة سرية من قبل مخططة. يقول المهم قبل الفجر بشوي إلا عمي يناديني سالم يلا يا سالم يلا. يقول يوم قال يلا حسيت بلحظة الوداع حسيت بشيء غريب. قلت يا أخي قبل شوي كنت قاعد ألعب بلاي ستيشن ومرتاح داخل بيتنا والآن أنا مكسور جوالي بلا هوية وبلا شريحة قاعدين يطالبوني إني أهرب من الجريمة اللي
انا سويتها. يقول صرت قاعد ابكي وصار ياخذني حرفيا الحزن رايح جاي. يقول عمي ينادي وانا سافهه ما ابغى ارد عليه. يقول دخل علي عمي وانا قاعد اصيح. يقول عمي حرفيا كان رجال بما تعنيه الكلمه، شخص ما ابغى يترك ولد اخوه كذا، ولكن الدم يبقى دم. يقول مسكني كذا وقال لي، قال اسمع يا سالم، انت الان تبكي هنا وانت بين جماعه، البكاء هذا ما راح يفيدك عندهم، ما راح يرحمونك ولا يقدرون، فاسترجل وخلك رجال ولا ترهبك الامور ذي، اركب الحين موترك وتوكل على الله. يقول شجعني عمي بعض الكلمات التشجيعيه. يقول وافتح الباب واركب السياره الا عمي يشر لي قال يوقف شوي. يقول لا يسحب رشاش ويعطيني اياه، ويعطيني يا جماعه الخير امشاط ثانيه مع الرشاش. قال اسمع يا سالم، الرجال بدون سلاحه ما هو برجال. يقول لو واحد فكر يقرب من عندك اطلق عليه، الطريق اللي راح تروح فيه طريق خطير لابعد درجه، والله يحميك يا سالم. يقول انا قاعد اناظر المنظر ذا واقول انا شخص بعمر 18 او 19 سنه وقاعدين يقولون لي انت رجال ولازم تروح للمنطقه الفلانيه هذيك وتهرب نفسك في الدوله ذيك وتعيش فيها، ومعطيني سلاح وش السالفه. انا لحد الان مخي ما هو مستوعب اني الان تحولت من شخص كان يعيش حياه طبيعيه الى شخص هارب من العداله. يقول والله واشغل سيارتي واسمي بسم الله وانطلق. يقول واخلي سلاحي جنبي. يقول في ليل حرفيا، وعمي معطيني خريطه وتوصيفات يمين ويسار، حرفيا لو غلطت في غلطه ممكن اروح في مكان وانصاد فيه بطريقه سهله. يقول لازم اكون مركز لابعد درجه. يقول انا قاعد امشي بين الحصيان ذي وبين التربان ورقه فوق يمين يسار. يقول طلعت الشمس علي. يقول وصار الطريق سهل. يقول واصير احط رجلي لين باقي شوي وينتهي البنزين. يقول وانزل من السياره قعدت افكر كذا، يا الله هل هذا حلم اللي انا فيه ولا علم ولا ايش السالفه؟ يقول المهم الجالون هذا كبير اللي فوق، عرفتوها ذي الزرق الدوائر. يقول احاول انزلها شوي عشان اغرف منها. يقول وانا منزلها يقول الا ينكب حرفيا ربع اللي موجود في التانك. يقول والربع ذا يكفي حرفيا المسافه كبيره، توانكي هذه كبار. يقول له يصير يصب على يعني رجلي وفخذي وصدري. يقول وحاول ارفع بقوه. يقول ما رفعته الا باقي فيه فوق النص. قلت له حول الحين ارجع اخذ اغراضي ولا اكمل الخطه اللي رسمها لي عمي والباقي اكمله مشي. يقول قلت اقول خلني اعبي البنزين وامشي. يقول واصير اعبي السياره لين امتلت فل واطلع اكمل طريق، وكله طريق بري وقاعد امشي على نفس الخط. يقول المهم جاء الليل وصرت اصرف في الاكل اللي جنبي واجد. يقول جاء الليل وجيت الله يسلمكم وجلست جنب جبل لو شرقت الشمس ما تضرب في عيوني. يقول وقفت سيارتي وتكيت، قلت يا اخي الحين انا وش اسوي؟ وش الحياه اللي انا فيها؟ والان ابغى اكلم امي بعد واشوف امي وش صار عليها، واخوي ولد عمي يوم طلعوا من عند عمي وش صار عليهم. يا الله احس صارت لهم مشكله. ويقولوا صار يجيني القلق. يقول صرت قلق لأبعد درجة. يقول وصلت المرحلة صرت أفكر أقول توقع بما أني أنا قاتل ليه ما أنهي حياتي الآن وافتك من العذاب اللي أنا قاعد أعيش فيه الآن، أو أني أروح وأسلم نفسي ولا شو أسوي أنا. يقول صارت تتخالط علي الأفكار من أني أسلم نفسي ولا أني يصير الشيء اللي ما يرضي ربي وأقتل نفسي. يقول صارت تتداول علي أفكار شيطانية كبيرة. يقول فجأة إلا يباغتني النوم. المهم حطيت راسي ونمت، والنومة هذه حرفيا أغرب نومة قد نمتها في حياتي، إلا وأصير أحلم في عائلتي وأهلي وأمي بالذات، وكان أمي تسألني تقول لي يا سالم وينك؟ يقولوا كان الحلم غريب شوي. يقول بعد مرور ساعتين كذا إلا فزعت من نومي وناظر نفسي وناظر حالي حاط يدي على سلاح ونايم وأنا خايف. قلت يا الله وين وصلت فيك الحال يا سالم؟ وصلت للمرحلة هذه إنك تنام وأنت ما أنت مرتاح؟ يا ساتر وش ذا الشيء اللي أنا سويته؟ المهم صرت أناظر جنبي اناظر يمين يسار ما في احد، وما جاني النوم من بعد الساعتين هذه اللي نمتها وكلها حرفيا احلام وكوابيس. صرت اناظر يمين يسار واسمع اصوات غريبه في ذاك المكان. عرفت اني انا جالس في مكان اتوقع 100% ما قد وطاه اي بشري الا من الاف السنوات. يقول وارفع المرتبه كذا شيط وارفع ظهري واقعد اناظر يمين يسار واقعد على نفس هذه الجلسه. اقول انا الحين وش اسوي؟ هل اكمل الحين طريقي في الليل ويكون الموضوع بدون نور واحاول اني اقرب الاماكن بشكل كبير، او اني اصبر لين تطلع الشمس وبعدها اتحرك في الشمس؟ يقول واخاف اطلع في الليل وتبان انوار سيارتي. المهم يقول قعدت اهوجس ما يقارب ساعة ونص. يقول فجأة الا انا انام على حالي من جديد. نمت وانا ما ادري عن نفسي. شوي اسمع اصوات الذيابة جنبي واسمع اصوات الكلاب. يقول بين منابح واصوات ذيابة. يقول واشغل كذا السويتش حق السيارة اللي تشتغل لي الساعة كذا على الشاشة اللي هي داخل الطبلون، وناظر الا الساعة 2:30 الليل. قلت اصبر شوي والشمس بتشرق بعد ساعتين باذن الله واحرك بعد الفجر، واقعد صاحي يا جماعة الخير لين جاء حرفيا وقت الشروق.
يقول وأنزل على جنب وأصلي صلاتي، وكان طعم الصلاة في ذاك اليوم مختلف مرة. أنا في قطعة ومنطقة ما فيها بشر، ما فيها إلا حيوانات مفترسة، لا وبرضه هارب، وكان قدامي ما يقارب 800 كيلو 700 كيلو بر. المهمة صعبة مرة، يبغالي يعني 3 أيام 4 أيام عشان أوصل. يقول المهم والله أكبر وأقعد أصلي صلاتي، يقول وأدعي ربي أن ربي يفرج همي ويبعد حزني ويفكني من المصيبة اللي أنا فيها الآن. يقول دعيت أدعية ما أدري من وين جبتها، ولكن كل دعاء مر علي في عقلي قلته. يقول درجة أني طولت في السجدة ممكن ما يقارب 8 أو 9 دقائق. يقول بعدها قمت وسلمت وركبت سيارتي وشغلتها. يقول إلا تو الشمس طالعة. يقول وأمشي بسيارتي حبة حبة وأنزل من عند الجبل بالسيارة. يقول كان الطريق ممهد وحصى. يقول وأنزل من الجبل وأكمل طريقي اللي رسمها لي عمي، وما أدري وين بوصل له، وما أدري وين بروح أصلا، ومن بقابل هناك، وكيف بحل موضوعي ذا. يقول المهم وأكمل طريقي في المنطقة البرية ذي. يقول وأقطع ما يقارب 100 أو 120 كيلو. يقول طبعا صرفية السيارة في البر أعلى من صرفية السيارة على الطرق المعبدة. يقول كل شوي يفضل بنزين عندي. يقول وأنزل وأعيد الكرة وأعبي السيارة بنزين. يقول نزلت كذا وقعدت عند التانك حق البنزين ومعاي الجولون أعبي. يقول فجأة إلا في سيارة تمر من قدامي تبعد ما يقارب 100 متر حدودها. يقول طبعا إذا كنت أنت في منطقة برية والمساحة مفتوحة، أي شخص يمر من قدامك تشوفه لو بعد يا رجل 200 300 متر بالراحة تشوفه. يقول أشوف غبرة سيارة قاطعة الطريق. يقول على طول تخبيت وركبت سيارتي ونزلت من عند الرادمية بأنزل على تحت عشان ما يشوفوني، يكونون هم راعين السيارة ذولي مرتفعين. قلت لا يكون هم قاعدين يدوروني في ذا المنطقة ويبغون يقبضون علي. يقول لحد الآن أنا داخل حدود دولتي، لحد الآن ما وصلت لحدود الدولة الثانية. يقول وأنزل من تحت الرادمية أو تحت الجبل الصغير هذا وأنزل من تحت. يقول وأصير أمشي 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 حرفيا لين بعد ما يقارب 50 دقيقة حرفيا بالسيارة. يقول فجأة إلا أطيح في غراز. قلت يا الله مو وقته، مو بوقته حرفيا، والسيارة يعني اللي معطيني إياها عمي كانت كفراتها وماكينتها ومحركاتها قوية. يقول حاولت أطلع يمين يسار، نسمت الكفرات، عبيت الكفرات، لفيت السيارة يمين يسار كأن السيارة تقول هذا محلي. يقول أنزل من السيارة وأسكر الباب. يقول وأقعد أدور طرق عشان أطلع فيها السيارة أو أحصل لي ناس يساعدوني. يقول ما لقيت ولا شيء. قلت خلني الآن آكل وأريح وأشرب مويتي عشان أستعيد عافيتي وطاقتي. يقول صرت آكل من المعلبات هذه وأنا عند السيارة. يقول المنطقة قطعة نهائيا ما فيها أحد، وأصلا استغربت قلت من السيارة اللي مارة في ذيك المنطقة. يقول وأقعد الساعة الأولى والساعة الثانية. يقول وأنا حاول بالسيارة والشمس قاعدة تضربني ضرب مو طبيعي. يقول حاولت 2 3 ساعات 4 ساعات، عرف إن ما في الموضوع حيلة. يقول وصرت أطفي السيارة عشان ما يصرف البنزين علي لين أحصل لي طريقة أو ربي يلهمني وأطلع السيارة من الغراز هذا. يقول ويمر علي في ذيك المنطقة أو ذيك النقطة ما يقارب يوم كامل وأنا ما تحركت، ما غير آكل وأطفي السيارة وأفتح الدرايش شوي، وبعد شوي أشغل السيارة وأشغل المكيف وخليها تبرد علي. يقولوا على هذه الحالة. يقول لدرجة عبيت السيارة مرة واحدة في ذاك اليوم وأنا ما تحركت. اللي نعرفه إن سالم قعد فترة طويلة في المنطقة البرية ذي. المهم يقول بعد مرور يوم ونص أو يوم ونص و3 ساعات، يقول أسمع صوت سيارة قاعدة تمر بشكل سريع. قلت مالي إلا هذول اللي يطلعوني، ورقة من فوق الرادمية كذا إلا أشوف السيارة قدامي قاعدة تمر. يقول وقعد أشر لهم هاي وأشر لهم. يقول إلا ترجع السيارة كذا تدير من بعيد وتجيني. يقول السيارة هي قاعدة تجيني، قاعد أقول في نفسي لا يكون حط صوري في الجرايد أو الناس عرفت وجهي وخلاص ثبتوني. يقول ما أبغاهم يعرفوني عشان ما يثبتوني يقولون هذا هو سالم خلنا ناخذه ونسلمه. يقول له ترجع لي السيارة وتبعد عني ما يقارب أبو 80 متر. يقول وأدخل السيارة وآخذ شال معي وألف على راسي عشان أضيع فيه ملامحي. يقول له تجي السيارة وتوقف مرحبا هلا حياك الله. قلت سيارتي عالقة أبغاكم تسحبوني ولي يوم عالق هنا وما أدري إيش. يقولون له حقين السيارة قالوا ابشر. يقول ينزلون من السيارة 4 أشخاص. يقول السايق والراكب كان شخص كبير في العمر، بعمر ممكن 46 47 سنة. يقول ناظرني كذا وقال لي وش جابك هنا أنت وش اسمك؟ يقول أول ما قال لي وش اسمك قلت بغير اسمي ما راح أقول له سالم، قلت أنا اسمي محمد. قال مرحبا يا محمد. قال وش عندك هنا؟ طبعا ما راح أقول لهم القصة الحقيقية اللي صارت لي لأني ناس ما أعرفهم وأكيد راح ياخذوني ويسلموني على طول. قلت والله اسمع أنا راعي حلال وابحث عن منطقة أمشي حلالي فيها وياكلون من خيرات الأرض فيها. يقول ما أدري كيف الكلام الارتجالي هذا اللي طلع من عندي. يقول ولكن ألهمني ربي إني أتكلم بهذه الصورة. قال لي إيه بالله أجل زين أبد تبغى نسحب سيارتك بعدين ايش فيك داخل من هنا من عند الرادمية
ذي كلها غراز ومناطق ما حد يمشي فيها، امشي على ذا الحصى. قلت له بالغلط، قلت بدخل اغير جو واشوف لي مكان هنا كويس، ولكن لعلها علقت السيارة وان شاء الله الموضوع خير. قال ابشر ابشر. يقول يجيب سيارته من بعيد ويربط الواير، يقول كذا معاه ريموت ويسحب سيارتي من المنطقة اللي غرزت فيها. يقولهم رقت السيارة فوق وقال لي وين بتروح؟ قلت له والله اني بمشي وبرجع لحلالي. قال حلالك كم يبعد؟ قلت يبعد 100 كيلو 120 كيلو. قال اسمع الوقت الحين ما ينفع مسرى وممشى، بقلط عندنا وتغد معنا، واضح انك جايع ووجهك شبه مشهب، كم لك عالق هنا؟ قلت له والله عالق لي يوم ونص ممكن. قال لي لا وجهك مشهب وهذا الوقت ما حد يمشي فيه، بقلط عندنا الحين ومخيمنا قريب يبعد عننا ما يقارب 20 كيلو. يقول انا قاعد اشاور نفسي واقول هل اروح معهم؟ اخاف انكشف وفي احد يعرف وجهي عندهم. يقول قلت له اسمع يا عم انا والله ما ابي اكلف عليك ودي اكمل طريقي. يقول شويه للرجال صمل الا ياخذني معاه. قال يا رجال انت تفهم، امشي معنا وتعش معنا، وبعد ما تتعشى وتنام بكره باذن الله الصبح تروح وتمشي. يقول سالم ما بغيت اعاندهم ولا بغيت حرفيا اثير الشكه بينهم. يقول قلت خلاص زين. قال خلاص الحقنا بسيارة. يقول والحقهم سيارتي وصدق بعد 20 كيلو الا يدخلون على منطقه وكذا ويمشون حول ابراج كهرب. يقول له قال لي وقف سيارتك هنا، هذا مخيمنا على اليسار. وناظر الا صدق مخيمهم صاد، ولا احد ولا بن امه يشوفه، مخيم بين جبال وما حد يشوفه لا من برا ولا من جوا، والطريق السريع يبعد عن ذاك المكان ما يقارب 60 كيلو. ووقف سيارتي وانزل. يقول نزلت ولا ينزلون الاربع اشخاص هذولي، الرجال ابو عمر 46 والسواق. يقول السواق كان عمره في 32 31 سنه. يقول شافوني صغير برضو ولا يبغون يتركوني في ذا البر. قال لي ابد اسمع يا ولد، الخيمه هذه تشوف هذه اللي قدامك امرح فيها وخذ راحتك، كل مكان مكاني، نص ساعه باذن الله عشاك جاهز. قلت له زين زين يا عم. يقول المهم قبل ما انزل من السياره غبيت السلاح تحت المرتبه وقفلت الباب وقفلت السياره ونزلت للخيمه. يقول وقعدت وريحت وحطيت ملابسي وسكرت اللي هو القماش حق الخيمه. يقول سالم المكان اللي قاعدين يطبخون فيه قريب عندي، يقول قريب جنبي ابو 4-5 متر، واشم ريحه الطبخ انا. يقول لا اسمع شخص ثاني ما كان معهم في السياره. قال لي جبتوه هذا مين؟ قال والله حصلنا متعطل هنا وعزمناه يجي هنا. قال لا اسمع لا يكون ذا شغال مع الشرطه او شغال مع الدولة ويبغى يطرحنا، والخطة اللي سواها هذه ممكن طريقة عشان يطرحنا فيها. قال لا ان شاء الله ما وراه الا العافية، شوف وجهه كيف مشهب وحالته حالة لا تشيل هم. يقول فجأة اللي اسمع الرجال الكبير دخل عليهم وانا اسمعهم، يعني اسمعهم زين. يقول قاط اذني ملزقها في الخيمة اسمع كل اللي يقولونه. يقول له يقول الرجال الكبير قال والله انه بلشنا في ذا اللي اسمه محمد. يقول لدرجة اني نسيت اني قلت لهم ان اسمي محمد، بعدين ذكرت قلت اوه محمد انا صح، انا قايل لهم عند السيارة. قالوا ايش تبون نسوي فيه؟ اذا فيه شكه نذبحه ونمشي ونخليه. يقول يوم قال الكلمة هذه إلا الكلمة ذي توجع قلبي. قلت هذولي بس يا تجار أسلحة أو تجار ممنوعات أو تجار لتهريب البشر. قلت واحد من هذي ما يبيلها واحد اثنين. يقول وأنا يا سالم يقول والله ماني متعود على الأشياء هذه إلا أشوفها في الأفلام، قلت ماني متوقع إن في ناس في الحقيقة نفس كذا. اللي قاطع الرجال اللي جنبه وقال اسمع نذبح يا الرجال ونتخلص منه وناخذ سيارته واللي داخل سيارته. يوم سمعت الموضوع اشتد كذا قلت اسمع يا سالم ما في الا حل واحد تسويه، تطلع لهم بارتجال وتقول لهم موضوع يثيرهم ويخليك تشتغل معهم. يقول سالم شديت على قميصي وطلعت لهم قلت اسمع انتوا اياه بما انكم انتوا بديتوها كذا انا بقول لكم الصدق والحقيقه. قلت لهم انا اسمي اصلا مو محمد، اسمي الله يسلمك اسمي سالم، وانا رجال ذابح واحد وعلي دم، وانا رجال مبايعها وزين اني حصلتكم وابي اشتغل معكم. يقول لي يناظرون في بعض قالوا لي اجل انت سمعت كلامنا كله اللي قلناه؟ قالوا لا ابد وش تعرف انت؟ بعدين توك صغير وش علمك بالامور ذي؟ وش امور الدم ذي اللي قاعد تكذب فيها؟ قلت له طيب زين تبغى اعلمك امور الدم؟ انشد احد في الديره الفلانيه هذه قل له قبل يومين هل كانت في حادثه قتل او لا؟ قال انا بتاكد موضوعك وبعلمك ان شاء الله، ولكن والله العظيم لو تروح يمين ويسار او تغدر بنا والله العظيم لا خلي السلاح يفضى في راسك. قلت لا اسمع انا ماني خايف منك، تخويفك هذا حرفيا ما يفيد ولا يودي ولا يجيب، انا رجال مبايعها تبوني معكم ولا قمت وسريت؟ يقول قاموا يناظرون في بعض قالوا لا ما راح نخليك تسري لو تموت، بتقعد ونتحقق من خبرك، اذا انت امورك زينه وزي ما قلت لنا رجال عليك دم راح نخليك تشتغل معنا، ولو انت صرت ما عليك دم راح نذبحك. قلت لهم ابد وانا واثق من كلامي. يقول قعدوا ابو لحظه واتصلوا على ناس موجودين هناك، يقولهم قاعدين يتصلون جاء في بالي اني اتصل على اخوي او اسمع صوت امي، قلت ابغى اسمع صوت واحد منهم بس. يقول وصار هذا الموضوع يراودني، يقول له يدق على واحد وقال هل صارت حادثه قتل خلال يومين او 3 ايام اللي راحت؟ الا الرجال هذاك جاوبه وقال لي صارت في المنطقه الفلانيه هناك حادثه قتل.
يقول ويقفل الخط في وجهها وقال صدقت يا سالم، يقولون في منطقتكم ان في حالة قتل. قلت له اي نعم وانا واثق من كلامي اللي قلت لك اياه. يقول وهو قاعد يسولف معاي انا مفهي ودي اسمع بس صوت امي، ودي يرجع لي الموقف اللي ادخل فيه البيت واشوف امي قدامي وابغاها تامر علي ليل نهار، والله العظيم اني ما اقول لها شيء، وابغى اعرف اخوياي علي وعبد الرحمن وش صار عليهم، وش موضوعهم، هل دروا عني اني انا قتلت وانحشت او لا. يقول سالم المهم صرت اهوجس واقول امي واخوياي هل عرفوا وش صار على اهلي، وش الموضوع اللي صار، ما ادري لحد الان. شوي للرجال اللي قدامي قاطعني بكلامه وقال لي اسمع يا سالم، بما ان تاكدنا من موضوعك راح نشغلك معنا ونبغى نجربك في اول بيعه لك. يقول قلت له ابشر وابشر ان شاء الله بالشخص اللي يسنعك ويبيض وجهك. قلت بس هذه فرصتي اني انا اشغل سيارتي وانحاش من عندهم واسحب عليهم واكمل طريقي للدوله الثانيه اللي راح اهرب لها. يقول شوي الا قاطع حبل افكاره وقال لي اسمع راح نخلي معاك شخص من اللي موجودين معنا يخاويك عشان نعرف انت وش وضعك، هل انت بتسحب علينا او لا. يقول هنا اتحطمت كل افكاري اللي بنيتها في لحظات من الثواني. قلت له خلاص زين خله يجي ابد. يقول شوي اللي يحملون السياره هذه ما هي حقتي، سياره ثانيه حطوا فيها حموله وقالوا لي يلا سق، واسوق السياره ذي وينسقون مع الناس الثانيين اروح اوصل لهم البضاعه. يقول ويركب معاي الرجال هذا ويصير يوصف لي الطريق. يقول نطلع يمين ونطلع يسار وطرق بريه كبيره، يقول مساحات ما قد شفتها. يقول بعد مرور ساعه ونص الا نوقف في نقطه عند بيتين قديم مره، وقفت السياره جنبها بعد ما قال لي اللي معاي وقال طف السياره شوي وبيجون. يقول شوي اللي يرفع جهاز الندى حقه احنا وصلنا للمنطقه حقتكم تعالوا استلموا بضاعتكم. يقول بعد ممكن ربع ساعه 20 دقيقه لا تجي سيارتين ويوقفون وانزل معهم. يقول ينزلون من ذيك السيارتين ما يقارب 7 اشخاص. يقول السبعه هذولي قالوا للي جنبي من ذا اللي جايبه لا يكون ذا مع الحكومه ومتعاون. قال له لا هذا رجال نعرف، قال هذا وجهه جديد علي وشكله توه بادي في الشغله. يقول على طول قاطعتهم بارتجال وتحولت من الشخص اللي اسمه سالم عمره 18 سنه الى شخص اسمه سالم عمره 40 سنه. قلت له على طول الشغلات ذي اعرفها من زمان وامارسها في مناطق مو في منطقتكم. يقول بين السبعه هذولي في شخص قاعد يناظرني نظرات غريبه ونظراته ما ريحتني مره. قلت بس يا سالم شكلك انكشفت، وصار يطرح علي اسئله كثيره. قال لي انت من وين جاي، وش وضعك، وليه جاي، وش اسمك، وكم عمرك، اسئله كثيره كانه قاعد يحقق معي. قلت له من وين جاي والاسئله ذي كلها مالك صنع فيها، ولكن انا اسمي محمد. اللي يناظر فيني خويي اللي جنبي عرف اني غيرت اسمي ممكن يكشفونه. قال لي زين يا محمد. يقول نسلمهم البضاعه الا فجاه الشخص اللي كان يسالني واجد قال لي انت تعال ابغاك على جنب ابغى تحقق موضوعك واشوف وضعك. يقول الا خويي اللي جاي معاي قال لا ما راح تاخذه وهذا خويي ولا راح يجي معك. قال يا ابن الحلال ابغاه شوي. يقول سالم انا توترت قلت له وش يبي، شكله عرفني اني انا شخص قاتل ومنحاش ويبغى بس يثبتني ويروح يسلمني للحكومه ويصير هو بطل القصه. يقول المهم صار تجيني هواجيس ان هذا الشخص بس كشفني. قلت ما تخوي خله بشوف ايش عنده واشوف ايش موضوعه وش بغيت. قال لي ابغى اكلمك بموضوع، قال لي ابغى اتحقق من امره. يقول واضح من كلامه وقاعد يبتسم كذا ابتسامه عريضه وترني بشكل فظيع. المهم خويي رفض وقال لي ما هو بجاي معه. يقول واركب السياره مع خويي ونرجع للمكان اللي انطلقنا منه اللي كان فيه الحموله وننزل. الا الرجال الكبير في العمر كان مبسوط قال لي ها كيف خويك معنا. يقول قال للرجال الكبير قال خويي اتوقع اعجبوا فيه الناس الثانيين شكلهم يبغونه معهم. قال لي شافوه صغير وقالوا بس عمره طويل في ذا المجال بنستفيد من صحته وطاقته لين حرفيا يهرم ويكبر ويقطونه وهم يضحكون وانا ناظر فيهم اقول وش ذا اللي انا فيه، وش المرحله اللي وصلت لها. لا مو طبيعي يا سالم، لا هذا مو انا، ولكن اضغط على نفسي بس ابغى حرفيا الفكه منه. المهم جاء الوقت اللي نريح فيه وجهزوا لنا غدا عشان نتغدى واجتمعنا كلنا. عددنا كان في المخيم هناك ما يقارب 6 اشخاص. السواق اللي قابلته في البدايه والشخص اللي كان كبير في العمر اللي عمره 46 او 45. يقول وانا بينهم. يقول اجتمعوا وحطوا الغدا واجتمعنا وسوينا لمه كذا بسيطه وصاروا يسولفون شوي. لف عليه الشخص الكبير قال شفت الناس اللي قابلتهم قبل شويه سالم، هذول الناس اللي يدخلون المخدرات من دولتنا للدوله الثانيه وإنه عباره عن ناس نجيب الحبوب من جوا ونوصل
يوصلها لهذولي وهذول ينقلونها للدولة الثانية. يقول سالم هنا بديت افكر شوي وايقنت ان الناس اللي قابلتهم ناس خطيرين مرة، بسبب انهم ينقلون المواد الممنوعة من دولة الى دولة ثانية، فهذا معناها انهم اكثر احترافية من الناس اللي عندي. شوي ناظرني الشخص اللي كان راكب معاي رديف، قال يلا يا سالم وش يبي فيك الرجال ذا؟ قلت له العلم عند الله ان الشخص عرف اني انا الشخص اللي اسمه سالم ومنحاش من العدالة بسبب قضية القتل اللي صارت في مدينتي. قالها طيب هل الشخص اللي قابلته هذا واللي كان يسأل عنك بشكل كثير ومن انت وش اسمك تحسه من المنطقة اللي انت ساكن فيها؟ يقول قلت له لا ما اتوقع، ولكن اكيد ان صوري صارت منتشرة في كل مكان، فاكيد انهم عرفوا وجهي، واي شخص راح يشوفني وجه بوجه راح يتعرف علي. يقول شوي الا قال لي الشخص الكبير هذا ليه ما تقوم الان واجيب لك موس وتحلق فيه شعرك كله وتبقي بس الشنب حقك. قلت له ها والله فكرة طيبة. قال ايه، واي شخص تقابله لازم تكون لاف وجهك بشال نفس ما قابلتنا اول مرة. ما ادري هل انتم عرفتوا الشال او لا، اللي هو يلفونه على الوجه في لحظة البرد. قلت له ابد فكرة طيبة. وصرت يا جماعة الخير حرفيا بهذه الشخصية، حالق الشعر موس ولاف وجهي بشال وما يبان حرفيا الا شنبي وعيوني. باي لحظة اقابل فيها ناس اكون لابس الزي هذا بالضبط. يقولوا مرت الايام وانا قاعد اشتغل معهم، ومر الاسبوع الاول والاسبوع الثاني. يقول في يوم من الايام رحت وجلست في سيارتي. يقول جلست في السيارة وكانت نفسيتي مضروبة للاخير. سبحان الله بعض الناس ما يؤمن بالنعم اللي كانت عنده الا لما يفقدها. يقول المهم جلست هواجيس وهواجيس شيطان وتذكير بالرحمن. يقول صارت تمر السالفة حقتي يمين يسار قدام عيوني. سالم يا الله وش رايك تروح وتسلم نفسك؟ شوف الان وين وصلت له انت، ذابح واحد والان بياع مخدرات. لا الموقف اللي انت وصلت له موقف عظيم، موقف مرة مخزي لأبعد درجة. رح يا رجال وارجع لمكانك وسلم نفسك. ولكن كيف ارجع؟ لازم ادور جوال اتصل على اخوي فيه. وقلت اخاف ارجع وخلاص ويقصوني وتنتهي حياتي، خلني اعيش حياتي كأني طليق في هذا البر لين اوصل للدولة الثانية واكمل حياتي هناك. يقول هذه الهواجيس والتفكيرات اللي قاعدة تدور في عقلي بين اسلم نفسي وبين اكون حرفيا هارب من العدالة. يقول وانا كذا قاعد افكر لطق القزاز طق 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 طق. يقول كذا واقوم والخم وارفع المرتبة حقتي لاني كنت سادحها، اللي هو الشخص اللي كان راكب معايا منوصل بضاعة قبل اسبوع. قال لي سالم يلا بنروح نوصل بضاعة لنفس هذوليك اللي ذيك المرة. قلت منهم؟ قال ذوليك يا رجال يوم قابلك الشخص وقال يبغى يتحقق منك ويعرف من انت. قلت له بتخاويني؟ قال لا ذا المرة راح اراقبك من بعيد وابغاك تروح انت وابغاهم يتعودون عليك، لان هذه شغلتك اللي راح تكون في الايام الجاية، وذا المرة اذا وصلت البضاعة هذه راح نعطيك مبلغ باذن الله انه يوفيك ويكمل حقك، ولكن الان نبغاك تقوم نص ساعة والسيارة جاهزة. قلت له زين. يقول واقوم وانزل من السيارة واخذ سلاحي معاي. قلت لو صار شيء ولا شيء مع ذوليك الا انا اتبادل معهم اطلاق النار. يقول صدق واركب سيارتهم واحط سلاحي على جنبي، الا يجيني خوي قال لي اسمع ترى انا نثق فيك يا سالم وانا راح اراقبك من بعيد، والمراقب هذا مو بشكه بس نبغى يعني نثق فيك بشكل اكبر. قلت له ابد لا تشيل هم وابد راقبني. قلت الان في راسي هذه اللحظة اللي انحاش منهم فيها، والشخص اللي راقبني هذا اكيد بيكون بعيد عني واقدر اختفي داخل البر، ولكن يجي في راسي اقول اكيد هذول يدلون البر حرفيا زاوية ويعرفون كيف يجيبوني، لازم احصل لي طريقة تنجيني من هذا الشيء. يقول لهم اشغل السيارة وامشي وانا فيني تأنيب الضمير ياكلني بين قضية قتل وبين توصيل مخدرات. يقول وادعي ربي في الارض الممهدة هذه واقول يا رب طلعني من المأزق اللي فيه، يا رب والله ما ادري كيف الحال انقلبت من حال الى حال، يا رب والله هذا مو انا، يا رب انا عبدك سالم والله ان كل شيء طلع من ارادتي، يا رب انا وكلتك امري. يقول واشغل السيارة وانطلق لذاك المكان. يقول مهم وامشي بالسيارة وازود سرعتي واوصل لذاك المكان للمنطقة البرية. يقول واخذ جهاز الندى واجهزة الندى فيها موجة، يعني تضغط مثلا 1 4 4 1 2 2، المهم في موجات هم يحددونها عشان اتصل على ذوليك اللي كانوا يبغون يستلمون البضاعة. يقولوا طيط 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 وطرد انا موجود عند البيت الطيني. يقول الا جوني 4 اشخاص عند المنطقة حقتي. يقول يضربون بوري طاط طاط. يقول انزل من السيارة الا في ذاك الشخص حرفيا اللي اقرفني بالاسئلة، وش اسمك ومن وين الى اخره. يقول سلم علي وقال لي هلا محمد. طبعا هو يعرف ان اسمي محمد، ما يدري وش اسمي الحقيقي. قلت له مرحبا ومسهلا قبل البضاعة. قلت في مكانها. قال ما يدري معاه يلا نزلوها. شوي ناداني قال لي تعال. قلت له وش تبي؟ قال تعال ابغاك بموضوع تعال. طبعا تنزيل البضاعة يا جماعة الخير يحتاج يعني 20 دقيقة 25 دقيقة على ما ينزلونها من السيارة. يقول ياخذني على جنب ويبعد عني، وكان في رجله اليمنى سلاح، وهذا السلاح اللي هو المسدس العادي يقول محطوط في رجله وكان يمشي جنبي. قال كيف حالك يا محمد؟ طيب. قلت له مرحبا وش بغيت؟ قال اسمع، قال واترك عنك اللف والدوران. يقول يوم قال الكلمة هذه يقول بدت نبضات قلبي تزود وبديت اتوتر. قلت بس كشفني
شافني. قلت له وش اللف والدوران ايش بغيت؟ قال اسمع انت مالك في شغله البياعه ولا لك دخل في الامور ذي، وش ربي طرحك مع ذولي وش تبي فيهم؟ قلت له يعني شلون؟ الا يا جماعه الخير وهو يسولف وقاعد توه بيطرح الاسئله علي الا المح خويي من بعيد بالسياره، واضحه سيارته الكل يشوفه، الا قال لي هذا اتوقع خويك يراقبنا باقي ما ضمنوه. قال لي ولكن اسمع يا محمد انت واضح على وجهك ان مالك في امور المخدرات والبيع والشراء وانت توك انسان صغير. يقول قام الشخص هذا اللي بيستلم مني المخدرات صار ينصحني، قال وانا انصحك تبعد عن هذا المجال هذا مو بلك، المجال هذا للناس الخربانه، وانت رجال واضح في وجهك الصلح، وانا من يوم ما شفتك ذيك المره وانا عارف انك رجال طيب. يقول سبحان الله ارتحت لكلامه، ما ادري هل هو قاعد يختبرني عشان يطرحني ولكن هل هو صدق يبغى مصلحتي. قال لي يا محمد انا اخوي في عمرك، ما اتمنى اشوف اخوي يشتغل في ذا الشغله. قلت له على طول طيب انت وش جابك في ذا الشغله؟ قال انا موضوعي طويل مره ولا اقدر اشرحه لك وافصله لك، ولكن اسمع انت كم لك معهم وش اللي في راسك؟ يقول سبحان الله لطف لي الكلام وارتحت له. قلت له اسمع انت وش اسمك؟ قال انا اسمي سطام. قلت مرحبا يا سطام ان شاء الله امورك زينه. قلت له انا هذولي ساعدوني من غراز وكانوا بيذبحوني وارتجلت لهم وقالوا خلاص بنشغلك معنا. ما قلت له لحد الان سالفه القتل. قال انا كنت حاس اصلا انت مالك دخل في الامور ذي، بما انك انت قلت لي الحقيقه انا راح اقول لك الحقيقه. قال لي راح اقول لك كلام راح يصعق، معاك ضابط في الاستخبارات. انا انهبلت. قال اسمع انا اعرف الرجال من وجهه ويديه وشكله واعرف من اسلوب كلامه هل هو له في الاشياء هذه او لا. قالوا في كثير من الضباط اللي معنا يعرفون يدرسون هيئة الجسد وشكله. في الموضوع بيني وبينك انا من اول ما شفتك عرفت انك شخص مالك حرفيا في الامور ذي، فابغاك تنحاش من عندهم، لاني انا اصلا جاي هنا عشان اشوف من الناس اللي يشتغلون معاه وعشت كاني كبياع. لا تنسى اسمي سطام، وانا راح اتعاون معاك عشان اطلعك من هذه البؤرة اللي انت طحت فيها، ولو برضو قبضوا عليك الدولة انا راح اطلعك وراح اقول ان هذا الشخص تعاون معي، ولكن ابغاك تساعدني. كم عدد الناس اللي موجودين هناك وش اسمائهم من يقول صرت اشرح له كل شيء. قلت هذا اكيد انه خلاص ضابط في الدولة، اكيد انه راح اقدم له كل شيء، ولكن لا يدري اني شخص قاتل ومنحاش. يقول وصرت اقول وعلما عددهم كذا ومكانهم هنا، وصرت اعلم الاماكن اللي هم ساكنين فيها وين قاعدين فيه وين برضو يحطوا المخدرات فيه. قال لي دقيقة خليك هنا، وراح لسيارته وجاب جوال صغير، خذ الجوال وطفاه وحطه في جيبي. قال خلي الجوال هذا معك، باللحظة اللي تبغاني شغل على الجوال وعلق على رقم واحد راح يتصل علي مباشرة، ولا تتصل علي إلا إذا كان في موضوع خطير. يقول أنا خفت، قلت أكيد بيعطيني الجوال عشان يحدد مكاني، ولكن بما أن الرجال هذا من الدولة فأكيد إني راح أساعده. قلت له طيب وش تبيني أسوي؟ قال خلي الجوال معك، وقال لي كل يوم الساعة 10 الليل أبغاك ترسل لي رسالة بالأحداثيات اللي عندك وتحدد لي المكان وتحاول تقرب لي لين أوصلكم. قلت له طيب أنت ما تقدر تروح هناك؟ قال لا، أن اللي معاي مسوين اتفاقية ان المنطقة البرية هذه لكم، وانا لو جيتها راح يطلقون علي النار. قلت له زين وما يصير خاطرك الا طيب، ولكن ترى والله العظيم اني مالي دخل. قال اسمع يا محمد انا اعرف انك انت مالك دخل، وطبعا لحد الان الضابط سطام يعتقد ان محمد اسمه محمد، ما يدري انه هو سالم القاتل اللي منحاش من المدينة. يقول شوي الا قاطع كلامي الناس اللي كانوا يشيلون حمولة المخدرات صاروا ينادون سطام باسم خالد، عرفت ان سطام لاعب عليهم برضو حتى في الاسم. قلت احنا متعادلين الان. يقول شوي ركب سيارته وركبوا معاه ذولي وحركوا. يقول انا اشغل سيارتي واروح للمقر اللي هم موجودين فيه. يقول على الطريق اللي يجي جنبي خويي اللي كان يراقبني، قال نزل الدريشه نزل، ايش عنده ذا وش يبغى منك؟ قلت له يا رجال انا اتوقع ان هذا كشفني وقاعد يسالني وما رضيت اعلمه باي شيء. قال لي وش اسمك ومن وين؟ وقال انه مشبه علي. المهم لعبت على الرجال اللي كان يراقبني من بعيد، وقلت له ان الرجال هذا ممكن يطرحني. قلت له امش قدام وبعدين في المقر راح اعلمك بكل شيء، امش معي. يقول يوم مشيت هناك الا يجينا الشخص هذاك الكبير في العمر، اظهر اللي كان يراقبني معلمه بكل شيء ان هذاك قابل خوينا محمد وصار يسولف معاه وطولوا في السوالف. قال له شو يبغى منك الرجال؟ قلت له اتوقع انه شاك فيني ويعتقد اني انا الشخص القاتل ومنحاش، وان اتوقع عن صوري منتشره في كل مكان عشان كذا تعرفوا علي بسرعه. قال اجل المره الثانيه لا تطلع انت توصل بضاعه، اكيد المره الثانيه يبغى يطرحك. ويقول ينادي واحد من جوا قال اسمع مهمتك الجايه انت اللي راح توصل مخدرات مو سالم. تمام. يقول انا هنا ارتحت حرفيا من سالفه توصيل المخدرات وكذا، راح احصل ثغره اني في اي لحظه اقدر انحاش. يقول واجلس وانتظر لين جت الساعه 10 الليل وافتح الجوال واشغله. يقول واكتب رساله قلت له انا في المقر اسالوني انت وش تبغى، فوحد كلامنا في المره الجايه وقل انك انت شاك فيني، وارسلها على طول للضابط سطام، لاني حسيت انه في المره الجايه راح يسالونه وش كنت تبغى من الشخص ذا، وخلي الكلام موحد بيننا.
طبعا اللي معي ما يدرون معي جوال ولا يدرون عن الشيء اللي صار مع الضابط سطام. يقول صرت جالس عندهم وانتظر صدق اللحظة اللي اهرب منهم. بعدين جاني تفكير، قلت الان بما ان معي جوال وش رايك اتصل على اخوي او امي واشوف ايش حاله. يقول وانتظرت لين ناموا واشغل الجوال حقي واتصل على التليفون اللي داخل بيتنا. يقول لهم طيط 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 واتصل على التليفون الثابت حق بيتنا. يقول وحط الجوال في اذني وقاعد اتسمع. يقول وهو طوط طوط انتظر احد يرد. يقول مره الاتصال الاول ما حد رد علي وعيد الاتصال من جديد. يقول له طوط طوط الا يرد علي شخص. اول ما قال الو عرفت ان اللي رد علي امي. قالت الو من معي؟ من موجود؟ من اللي قاعد يكلمني؟ وانا ساكت ولا ابغى اقول حرف. إذا الحين هل امي تدري اني انا هارب؟ هل اخوي قال لهم ولا سكت وما قال لهم شيء؟ لو تكلمت راح انعرف. تعرفون الام لو درت ان ولدها اتصل عليها راح تقول ميد الكل من معي تكلم. يقول ما رديت على امي. يقول شوي امي قالت لي انت سالم. يقول يوم قالت انت سالم يقول مشاعري حرفيا وقلبي تقطع. قالت اذا انت سالم قل الو من معي. عرفت الان ان امي فاقدتني لها فترة طويلة وما تدري ولدها وش صار معاه، ما تدري ان ولدها اللي كانت تشوفه كل يوم عليه قضية قتل. يقول ما قدرت اتحمل والدموع تنزل من عيني واقفل الجوال. يقول زاد الهم همين. زاد الهم كلام امي يوم تقول انت سالم كأنها حاسة ان هذا ولدها اللي اتصل. يقول كبحت في نفسي وكبحت برضو على زعلي وتذكرت كلام عمي يوم عمي يقول الآن انت تبكي عندنا احنا راح نواسيك ولكن راح تبكي في أرض الغريب حرفيا ما حد راح ينتبه لك ولا حد راح يحس فيك نهائيا. فكبحت على نفسي وقمت ولعنت الشيطان وقفلت الجوال وحطيته في جيبي وخليته. يقول سالم ونمت في ذاك اليوم وذاك اليوم من أحزن الأيام اللي قد مر علي في حياتي. يقول بعد 4 أو 5 ساعات إلا صحيت من النوم مفزوع بسبب كابوس كان يجيني ولا أدري وش سببه، ولكن ذا الكابوس حرفيا كان مخيف لي بشكل كبير. صحيت ولبست ملابسي وطلعت من الخيمة حقتهم. قعدت أناظر يمين يسار وصرت أمشي على رجولي وأتمشى على المنطقة اللي حولي. يقول وأنا قاعد أمشي جتني فكرة غريبة. قلت الآن هذه المنطقة منطقة ما فيها أبراج أكيد، وكيف عطوني الجوال وهذا الجوال اتصل؟ قلت شكل الجوال هذا شغال على أقمار الصناعية، وشلون قدرت اتصل على اهلي وانا في منطقة برية ولا فيها اي اتصال؟ حرفيا صرت شكاك وموسوس بشكل كبير. قلت لازم اعلم الضابط سطام اني اتصلت عن طريق الجوال واستخدمته واتصلت على اهلي، وارسل رسالة نصية للضابط سطام واقول له هل اقدر اتصل عليك او لا؟ قال لي اذا المكان امن والجو امن اتصل علي. صدق وافتح الجوال واتصل عليه مباشرة. اهلا هلا والله الضابط سطام كيف حالك؟ طيب. قال مرحبا وش فيك وش حاصل؟ قلت له انا بسأل الحين المنطقة اللي احنا فيها ما فيها ابراج ولا فيها اتصال؟ يقول صار يضحك. قال شكلك استخدمت الجوال واتصلت على اهلك فيه. قلت له ايه. قال الجهاز اللي معاك جهاز حكومي يقدر يتصل على كل الاجهزة اللي موجودة في المدن. قلت له هل الاتصال راح يكون مراقب وكلامي مسجل؟ قال لي اكيد راح يكون كل شيء مسجل ومراقب. يقول هنا زاد الخوف خوف. قلت لازم اهرب الان باسرع وقت. وصدق يا جماعة الخير في اجهزة كانت تتصل عن طريق الاقمار الصناعية، ممكن اللي لهم في الجوالات قد سمعوا على الموضوع هذا. يقول المهم صرت اوسوس خلاص انا ممسوك. سمعوا صوتي وعرفوا وين مكاني ومتصل على بيتنا، وتأكدت الحكومة اكيد انه سالم. يقول بعد مرور ممكن 5 أو 6 ساعات ارسل لي رسالة الضابط سطام قال لي السلام عليكم كيف حالك يا محمد؟ لحد الان مقتنع الضابط سطام ان اسمي محمد. قلت له مرحبا ومسهلا. قال احتاجك ربع ساعة تفضي لي المكان بتصل عليه، وابغى ما يكون جنبك احد وحاول تزبن في اي مكان وتتصل عليه. قلت له زين. يقول واروح واستأذن من الناس اللي موجودين في المخيم نفسه. قلت لهم انا راح اطلع اتمشى بالسيارة شوي، وهم الان قدهم ضامنيني ويعتقدون اني شخص خلاص صرت معهم. صدق وجاء الوقت الموعود اللي اتصل فيه على الضابط سطام. يقول المهم طلعت من المخيم وركبت السيارة واتصلت على طول على الضابط سطام. يرد علي اهلا هلا والله كيف حالك يا محمد؟ طيب. قلت له الحمد لله بخير. قال لي انا سمعت المكالمة حقت كمس، ليه ما رديت على امك؟ وليه ما كلمتها؟ انا سكت ولا تكلمت باي حرف. قال اذا انت متفشل من العمل اللي قاعد تشتغله فعايد اعترف لهم وقل لهم انك انت غرزت وصرت تشتغل مع ذولي بالاجبار. فجت في راسي فكرة، قلت لازم العب على الضابط سطام. لحد الان انا ما نظامنه ولا نظام النفسي. قلت له ضابط سطام انا متطاق مع اهلي وطالب فعشان كذا ما ابغى ارجع له. قال وين ناوي تروح؟ قلت له اني انا ابغى اعيش في البر واعيش حياتي هنا، ولكن الان انا طفشت من اللي عندي وابغى اتخلص منهم. قال لي لا تشيل هم، بعد 3 أيام راح تجي الحملة باذن الله وراح نلقي القبض عليهم في اسرع وقت، وانا اتصلت عليك عشان اقول لك عن هذا الموضوع. قال بعد 3 أيام الساعة 4 الصبح يعني على وقت الفجرية. قال ابغاك تطلع قبل
الساعة 4 من المكان اللي انت فيه، لان اي شخص هناك راح يقاوم راح على طول نطلق عليه النار. والناس اللي انت عايش معهم ناس مطلوبين، وحتى الناس اللي عندي انا برضو راح انحاش منهم قبل الساعة 4. فاذا تبغاني امرك وانحاش انا وانت ما عندك مشكلة، او تطلع بالسيارة حقتك واقابلك في احد الاماكن. قلت له زين وقفل الخط واستعد لذاك اليوم اللي هو اليوم الموعود اللي الحكومة راح تطب على المخيمات هذه، ولازم انحاش قبلها بساعة عشان ما احد يصيدني ولا احد يتعرف علي اني انا الشخص القاتل. يقول المهم جاء اليوم الموعود الساعة 52 دقيقة، يعني بعد 10 دقائق لازم اطلع من مخيمهم، وارسل للضابط سطام انا بنحاش بسيارتي لا تمرني ولا مر، والله يعطيك العافية وشكرا على وقفتك هذه. يقول ارسل لي الضابط سطام باذن الله راح نتواجه. قلت له الجوال اللي معي راح ارميه واتمنى انك تسمح لي في هذا الشيء. يقول قال لي خلاص ما عندك مشكلة، اذا انت خايف ولا ضامن ارمي الجوال وابد، الله يحفظك وشكرا على وقفتك هذه. يقولوا تجي الساعة 3 واركب سيارتي، يقولوا كنا ان اصلا سياراتنا على جبل والجبل هذا حجري شوي، يقول فضيت السيارة وما شغلتها لحد الان، يقول وادف السيارة شوي شوي، تعرفون عالق على حصى وجاي من جبل، يعني لو ادفها شوي بتمشي السيارة وبعدها اركب فيها واخليها تمشي وهي طافية وبعدين اشغل سيارتي بعيد. يقول والله صدق واخلي السيارة تدحدر من على الجبل لين تعديتهم 30-40 متر، يقول وانتع السيارة وادعس واروح اكمل طريقي للدولة الثانية اللي راح اعيش فيها. وما أدري وش صار عليهم وعلى الضابط سطام، وش المواقف اللي حصلت لهم ما أدري نهائيا، ولكن هدفي الجاي إني أدخل للدولة اللي راح أعيش فيها حياتي. يقول المهم وكمل على نفس الخطة اللي رسمها لي عمي، وكنت عارف الطريق وعارف من وين أروح من وين أجي. يقول وأقطع بالسيارة وأقطع مسافات طويلة، يقول لين قربت على حدود الدولة الثانية. الآن حدود الدولة حدود برية، ولكن لازم أطلع هناك للدولة هذيك بدون ما تنتبه لي الحكومة حقت الدولة الثانية. يقول والله خلاص وصل لين الحدود وقاعد اشوف في الخريطة اني خلاص وصلت. يقول واطمر الحدود وادخل بالسيارة ابو 15 كيلو الا جت سيارات في وجهي وقفت سيارتي. قلت في نفسي بس خلاص انطرحت، شكل هذولي الحكومة حقت الدولة الثانية. يقول وكانت في غبارة حقت سيارات ماني منتبه لهم. يقول شوي الا واحد يفتح علي الباب ويسحبني، قال لي وش عندك هنا؟ وناظر فيه لبسه ما هو لبس عسكري ومبين انه مو لبس ناس مخصصين للدولة. يقول شوي قال لي تسمع انت وش عندك هنا؟ قلت لاني انا منحاش من دولتي جاي لدولتكم. قال لي تحسب الموضوع سهل كذا تمر، تحسب ما في الأراضي هذه ناس يحميها؟ قلت له اللي تبغون أنا معكم، وش تبغون بس؟ يقول المهم طلبوا مني مبلغ مادي، قال إذا تبغى ندخلك المدينة وتعيش نبغى منك مبلغ مادي، وإذا ما تبغى تعطينا مبلغ راح ناخذ السيارة منك. يقول صرت أفكر أقول المبلغ اللي طالبينه كبير وبرضو السيارة أنا أحتاجها، يعني لا قدر الله ما في مكان أنام فيه أنام في السيارة وخلي السيارة كأنها بيتي. قالوا لي اختر هذا الشيء، يا تعطينا فلوسنا الآن أو ناخذ السيارة. قلت ما باليد حيلة وابد، خذوا السيارة ما ابغاها، ولكن شرط انكم توصلوني لين المدينة حقتكم. قالوا خلاص اركب، يركبوني معهم واخذ سلاحي، والصدق ما سووا لي اي شيء، اخذت سلاحي واخذت بعض اغراضي اللي في السيارة وطلعت معهم. يقولوا يقطعون في ذي الطرق حرفيا طرق يدلونها مدلة مو طبيعية، يقول بين جبال لين وصلت المدينة حقتهم. قال هذه المدينة حقتنا ويلا مع السلامة. يقول نزلوني وتبعد عني المدينة ما يقارب 2 كيلو مشي، يقول واصير امشي لين هذه المدينة. يقول المدينة هذه مدينة كبيرة مرة وعبارة عن مدينة قديمة. فقلت أول شيء راح أسويه عشان أبدأ حياتي الجديدة لازم أتجه على السوق. قابلت لي هناك رجال بعمري يمكن 48 أو 49 سنة، وكان هذا الرجال قاعد يشيل أغراض جايبها من السوق. قلت له السلام عليكم يا عم، كيف حالك؟ طيب إن شاء الله. قال لي مرحبا يا ولدي، واتوقع أنك جديد على هذه المدينة. قلت له والله يا عم إني شخص جديد. قال أجل ما تطلع من عندي إلا لما أضيفك وأكرمك. قلت له اللي تبي يا عم. صدق وياخذني هذا الرجال ويمشي معي لين باب بيته، ويطلع ولده يمكن بعمر 17 أو 16 سنة، يقول بيني وبينه 4 سنوات بحدود هذا العمر. قال لي اقلط، ويفتح لي باب المجلس وأدخل في مجلسهم، ويجيبون يا جماعة الخير الأشياء حقت الضيافة، يضيفوني ويأكلوني واسترحت عندهم. قال لي وش فيك ومن وين جاي وش عندك؟ قلت له اسمع يا عم، أنا رجال جديد على دولتكم هذه، وأول مرة في حياتي أدخل مدينة هذه، أدري إن عمري صغير ممكن تصدق كلامي ولا تكذب، ولكن أنا منحاش من مدينتي وجاي مدينتكم. قال لي طيب وش راح تسوي؟ قلت له يا عم اول شيء ابغاك تدلني وين السوق، ابغى اشتغل في السوق وابدا حبه حبه عشان اسس نفسي. قال لي العم هذا ابشر، قال نص ساعه 40 دقيقه ونقوم انا وانت ونروح للسوق واوصلك عند رجال، وان شاء الله الرجال هذا ما راح يقصر معاك في اللي تبغاه. قال لي بس انت وش تفهم؟ قلت له وش تبغى انت؟ اذا تبي امور الحساب والاشياء هذه فانا موجود وكويس، واذا تبغى امور الحلال فانا اعرف فيها زين، وش بغيت بس؟ قال لي اجل زين واتوقع
عن علمك غانم، امشي معي. وياخذني حرفيا لين الرجال هذا معروف عنه داخل السوق انه يملك ربع اللي موجود في السوق، والسوق هذا كبير مرة. يقول اللي يبيع أقمشة واللي يبيع خضار وبرضه اللي يبيعون لحوم، يقول كلهم منتشرين في ذاك السوق. يقول السوق هذا كان مقسم، كل جهة مختلفة عن الجهة الأخرى، وكان مقسوم إلى قسمين، قسم السوق القديم وقسم السوق الجديد. إن اللي رحنا له هذا الرجال كان في السوق القديم، ودخلني الرجال هذا عليه يا مرحبا ومسهلا وش اسمك؟ قلت أنا اسمي محمد. مستحيل إني أقول لهم اسمي الحقيقي أبد. قال لي مرحبا يا محمد، وش تبغى تشتغل؟ قلت له أبغى أي شغلة بس تخليني آخذ قوت يومي، يعني من خبز ورز وأمور السكن اليومية. قال إذا تبغى تنام عندك أحد الدكاكين هذه نام فيها، وإذا صحيت برضو اشتغل عندها، بيكون كل شيء قريب. لما يوم صرت أفكر في الموضوع هذا في راسي قلت يا أخي والله فكرة طيبة، خلني أبدأ أشتغل مع هذا الرجال الكبير. يقولوا الرجال هذا اللي جيته لا كبير في العمر، ما هو صغير. يقول عمره ممكن في 60 وممكن يتعدى حاجز 60، ولكن اللي باين عليه الصحة والعافية. اللي قدام عيني إنه هو عمره في 60، ولكن ما أدري كم عمره بالضبط. يقول صرت أبيع في محل الخضار هذا اللي حطني عنده. يقول قلت ميد العم هذا عندي لك فكرة حلوة، وش رايك بدال ما نبيع الخضار جوا السوق نصير نروح عند الناس ونبيع عليهم الخضار عند بيوتهم، هذا الشيء راح يجيب لنا مبالغ كبيرة والزباين راح يجون. قال لي أبد اللي تشوفه يا ولدي سوى، وإذا شفنا منه فلوس راح أعطيك حرفيا من المكسب أفضل من الأجر اللي أنت تاخذه. يعني يبغى يقاسمني الأرباح من هذه العملية اللي راح أسويها. قلت له أبد يا عم صدق يا جماعة الخير. يقول سالم وأخذ لي طاولة وعبي فيها خضار، وأصير أمر على البيوت اللي موجودة في المدينة، ها وش تبغون خضار، تبغون شيء، ناقصكم شيء؟ يقول لاحظت ان الزباين اكثر من الزباين اللي يجون في السوق، ويقول كان اكثر الناس اللي يتعاملون معاي اللي هم الحريم او البنات اللي موجودين في البيت والعيال الصغار اللي ما يقدرون يروحون لبيوتهم. يقول صرت اتمشى وابيع على هذه الحالة. يقول لين وصلت بيت قديم مهتري لأبعد درجة. يقول يطلع لي من هذا البيت حرمة كبيرة في العمر، يقول كبيرة مرة، يقول لدرجة ان عينها ما تشوف فيها زين. قالت لي يا ولدي انت وش عندك؟ وش قاعد تبيع؟ قلت لها يا خالة انا ابيع الخضار. قالت بكم الخضار ذا؟ وقامت تلمس الخضار هذا وقالت ابغى من هذا الخضار اللي انت تبيعه، وابغاه كل يوم تمر وتجيب لنا خيار وطماط وبصل. يقول كانت كذا كمياتها بسيطة، وقالت كل يوم تجيني راح حاسبك، بس خلاص اضمني اني انا كل يوم راح اشتري من عندك. وهي قاعدة تكلمني طلعت لي فكرة ثانية، قلت بما ان هذه صارت كأنها مشتركة عندي، ليه ما ابدأ بخطة جديدة داخل السوق واصير اسوي اشتراكات للمدينة، اخلي الناس تشترك عندي كذا بمبلغ رمزي، واصير كل يوم اجيب لهم من الخضار الطازج اللي موجود في السوق. المهم وارجع لصاحب المحل واقول لا ابشرك اني قدرت ابيع بمبلغ اكثر من المعتاد، واستانس وفرح فيني. قال ابد يا ولدي اشتغل باللي تشوفه، ترى انا ما عندي لا عيال ولا زوجة ولا اهل، من اليوم ورايح انت بمثابة ولدي، والشيء اللي تشوف فيه خير على المحل دلني عليه وانا معاك. قلت له ابشر يا عم. صدق يا جماعة الخير. يقول سالم صرت امشي على هذه التجارة، اخذ بعض الخضار وامر على البيوت اللي ما عندهم رجال ولا في احد يقدر يروح لسوق الخضرة، واخليهم يشتركون عندي بمبلغ رمز. يعني كل يوم نفترض يدفعون لي مبلغ نقول $1 او $2، يصيرون يدفعون لي $1 هذا بشكل يومي، وانا اجيب لهم تشكيلة من الخضار البسيطة. يقول وانتشرت هذه الفكرة حرفيا في المدينة. من اول من سواها دكان هذا الرجال اللي يشتغل فيه سالم، وهم طبعا يعرفون سالم باسم محمد، ولكن يقول المشكلة ان التجار اللي جنبي بدأت تبان فيهم حرفيا الغيرة، وصرت ادخل فلوس بشكل فظيع مرة من الناس الموجودين. يقول صرت اكثر واحد يبيع في السوق. يقول والشايب هذا مستانس علي بشكل كبير مرة. يقول المهم يمر الايام وتمر الاسابيع، مر وانا موجود في هذه الدولة ما يقارب 2.5 شهور. يقول في 2.5 شهور هذه قدرت اجمع مبلغ كبير والله، والمبلغ هذا لو اشتغل سنة كاملة ما اقدر اجيب. يقول صاروا دائما يمرون علي، هلا محمد لا تنسى اليوم الخضار، لا تنسى على الساعة الفلانية ذي نبغاك تجي، وانا اقول لهم ابشروا. صرت اسجل اسمائهم على ورقة عشان ما اضيع ولا واحد ولا اظلم احد من اللي اشترك عندي. يقولوا يستمر ذا البيع، ولكن التجار اللي موجودين في السوق بدوا يغارون مني وصاروا يدورون علي المكيدة. يقول واشوفهم يجون عند الرجال الشايب هذا. يقول والرجال طيب على نياته، طيب لأبعد درجة، طيب مرة. قالوا اني انا يا محمد قاعد اسرق من الحلال حقك وانت ما تدري، ورسخوا هذه الفكرة في راس الشايب هذا. يقول في يوم من الايام جاني الشايب هذا ومعاه عصا، يقول ويدخل علي يبغى يطقني. قال يا محمد انا امنتك على كل شيء عندي وتصرق مني. قلت له يا عم والله العظيم اني ما مديت يدي على حرام، واذا تبغى تشوف هذه الاوراق اللي عندي. وصرت اعلمه وافهمه وابين له. سبحان الله فهم هذا الرجال وش مقصدي، وعرف برضه ان هذول التجار بدوا يغارون منه لانه صار يدخل فلوس. بينت له برضه الفكرة، قلت
قلت له اسمع، الان هم ضايقين لان احنا جبنا فكره جديده، والفكره هذه قاعده تمشي في السوق ومحلك قاعد يبيع بشكل كبير، فاكيد انهم راح يكيدون لنا كيده عشان يفركشون البيعات هذه. يقول الرجال يوم شافني كذا وصامل معاه حلف يمين انه يسكنني في احد البيوت اللي موجوده عنده ويعطيني اياها. قال انا يا ولدي ظلمتك، والظلم ظلمات، وما ارضى اني اظلم عبد الا لما يسامحني، فكرما مني راح اعطيك احد البيوت وراح اشهد اهل الحاره على ان هذا البيت لك انت. وصدق يا جماعه الخير وجمع الناس وقال له، قال ان هذا البيت راح يكون لمحمد، وانا اعطيته اياه عطيه، لو جاء احد بعدين واختلف عليه الامر قولوا اني انا اللي اعطيته هذا البيت. يقول سالم استانست والله في ذا البيت وحسيت انه مناسب وحسيت ان الدنيا بدت تنفتح لي، ولكن لحد الان حنيني لامي واخوياي لحد الان في قلبي. رحت اسال الشايب صاحب المحلات هذه، قلت له ابغى اسوي اتصال على اهلي، ابغى اتصل عليهم، وين المكان اللي اتوجه له؟ قال لي اسمع يا ولدي، في كابينه اتصال موجوده في اخر الشارع هناك، واعطاني نفس القروش المعدنيه استخدمها داخل هذه الكابينه، قال رح هناك واتصل على الشخص اللي انت تبغاه. قال لي ولكن ترى هذه القروش او العملات المعدنيه اللي اعطيتك اياها ترى ما تكفي الا دقيقتين اتصال. قلت له زين صدق، واطلع لين الكابينه هذه وقبل ما اوصل قاعد افكر اتصل على امي ولا على اخوي ولا على مين بالضبط. تخاف اتصل على امي واخوي وتصير الحكومه مراقبه بيتنا وتنتظر هذا الاتصال، الافضل اني اتصل على خويي عبد الرحمن. يقول لي كنت العب معهم سوني قبل 4 شهور من الان، يعني اللي عرفناه مر على سالم 4 شهور وهو مختفي من بيتهم. يقول والله واروح الكابينه وادخل القرش، يقول واضغط طق 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 طق، يقول الا اتصلت على عبد الرحمن واتصلت على التليفون حق بيتهم. يقول صوت الدقه كذا مختلفه وثقيله، يقول طوط طوط. يقول شوي رد واحد، قلت السلام عليكم. يقول شوي قال مرحبا من معي؟ عرفت من صوته انه هو عبد الرحمن خوي. قلت له عبد الرحمن؟ قال لي هلا مين؟ قلت له انا سالم. قال هلا سالم وينك؟ وش فيك مختفي؟ الناس تدور عليك والحكومة تدور في حارتكم، وينك مختفي يا ولد؟ وش صاير؟ وش حاصل؟ وليه؟ وشلون؟ قلت له عبد الرحمن هد لا حد يدري اني انا اتصلت عليك ابد، هذا سر بيني وبين، والاتصال هذا هو الاتصال الوحيد اللي راح اتصل عليك فيه. ابغاك تروح لبيتنا وتكلم امي وتقول لها انت ترى اتصل علي سالم ولكن لا حد يدري وانه هو بخير واموره زينه. قال لي طيب انت وينك فيه؟ قلت له ما راح اعلمك ويني فيه، ولكن الاهم انك توصل رسالتي هذه لامي، قل لها ان ولدك سالم بخير وصحه وعافيه ولا تخافين، ولدك تراه رجال. قال لي طيب سالم ليه ما تبي ترجع؟ وش حاصل؟ وش سويت انت؟ هل في شيء؟ في مشكله؟ قلت لا ما في الا الخير. يقول واقفل الاتصال من الكابينه وامشي. هنا ايقنت ان ما في احد في الحاره يدري اني انا قتلت واني انا منحاش. عرفت ان اهلي متحفظين ما يبغون احد يعرف السالفه هذه. وهنا عرفت ليه الضابط سطام ما القى القبض علي، لانهم ما نشروا لا اسمي ولا صورتي في الجريده، ما يبغون يفضحوني داخل مدينتي. قلت الحمد لله ما حد يعرف وجهي ولا حد يدري اني انا شخص مشبوه او قاتل. قلت بما انه كذا اموري ان شاء الله زينه وكل شيء بيزين. يقول وارجع للرجال هذا مستانس اللي اعطاني العملات المعدنيه اللي استخدمها في الاتصال. يقول مستانس لابعد درجه، في احد راح يعلم امي ان سالم بخير اموره زينه ترى قاعد يتقدم وكل شيء تمام. ولكن والله اشتقت لبيتنا واشتقت لابوي وامي، اشتقت لهم حرفيا شوق عظيم. يقول صرت اشتغل في المحل هذا حق الخضار، يقول والزباين حرفيا يجون من كل مكان، وبديت اجمع مبالغ، والمبالغ هذه كبيره ما هي مبالغ بسيطه، ما توقعت ان المبالغ هذه بتكون من سوق خضار قديم. المهم في يوم من الايام جاء واحد وطق علي الباب، باب البيت حقي. استغربت قلت من ذا اللي جاي يطق الباب؟ طق 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 طق، وافتح الباب اللي هو ولد صغير بعمر ال 14 او ال 15 سنه. قال لي اسمع ترى في ناس كانوا يسالون عنك ويقولون هل في شخص هنا جاء دخيل على المدينه، وسالتهم وش اسمه قالوا ان اسمه سالم. يقول اول ما قالوا اسمه سالم عرفت اني انفضحت من الاتصال هذاك، او ان خويي كب العفش والحكومه عرفت وين مكاني، جايين الان يبحثون عني عشان يقبضون علي. يقول شو اللي قاطعني الولد هذا وقال لي بس اسمع. قلت لهم لا اللي جاء هنا اسمه محمد، لا تخاف يا سالم الموضوع طبيعي. وانا ناظر فيه قلت شكله ما يدري ان اسمي سالم ولا يدري اني انا الشخص المجرم اللي داخل دولتهم. قلت له طيب وين راحوا؟ قال تراهم يدورون في السوق. يقول قال لي يدورون في السوق، يقول والف على وجهي والبس لبس نفس الزي حق اهل المدينه، زي كلاسيكي تقليدي قديم، واطلع اتمشى الا اشوف وجيههم ما اعرفهم نهائيا، 3 اشخاص
الاشخاص قاعدين يدورون علي ويسالون راعي الدكان ليش كنت اشتغل عنده. حسيت ان الطرحه قربت، راح يتم اعلان القبض علي قريب، والان مرت ما يقارب 4 شهور ونص في الموضوع قاعد ياكل ويشرب معهم، والدم مستحيل احد يتنازل عنه. يقول يوم شفت وجيهم رحت وتخبيت منهم ومشيت، ولا ابغى ارجع المكان سكني لانهم راح يوصلون لبيتي، ولكن قاعد اراقبهم من بعيد. كانوا يا جماعه الخير لابسين لبس تقليدي نفس لبسي بالضبط حق المدينه نفسه، ولكن وجيههم من وجيه دولتنا. فعرفت ان هذول جايين بالسر يبغون يقبضون علي ويسلموني لدولتنا من جديد. بيني وبينكم خفت وتوترت، قلت وش اسوي الحين معهم؟ مالي الا ازبن بعيد من بيتي واراقبهم زين واشوف وش راح يسوون، ولا اروح للدكان ابد لين يختفون من نفس الدولة اللي انا فيها. يقول صدق بعد مرور نص ساعة الا هم عند باب بيتي، واقعد اناظرهم من بعيد ومسوي نفسي اني ما اعرف البيت هذا. يطقون الباب يطقون الباب يطقون الباب، ما حد فتح. يقول ما حد منهم اعرفه نهائيا. يقول بعد 10 دقائق من محاولتهم شافوا ما حد فتح لهم، مشوا وخلوا البيت هذا. يقول وانا اراقبهم من بعيد يقول فجأة لهم صاروا شخصين، في واحد ما ادري دخل احد الاسواق ما ادري وش عنده. يقول وانا امشي وراهم ابغاهم بس يطلعون من السوق القديم هذا. يقول فجأة الا الشخص اللي اختفى مسكني من ورا. اول ما مسكني من ورا عرفت انه تم القبض علي، والتفت فيه وناظر فيه. قال لي وش فيك تراقبنا انت؟ بعدين ناظر فيني كذا ودقق، قال لي انت سالم؟ سكت وقعدت اناظر فيه. الا شوي يقول مد اخويا هاي تعالوا لقيته. يقول يجتمعون علي ويمسكوني مع يدي. قالوا لي انت سالم؟ قلت نعم سالم. قال سالم اسمع، انت جاي تهريب لهذه الدولة ودولتك تبغاه، لازم ترجع لان عليك حق لازم تقضيه في دولة. قلت لهم خلاص زين. استسلمت وعرفت انه راح يطلع علي حكم القصاص، وعرفت اني انكشفت بعد تعب حرفيا 4 شهور ونص. النفسية ضربت. قالوا خلاص الان امشي معنا، راح تركب معنا في السيارة وراح نطلع تهريب من هذه الدولة، ما راح نطلع مع البوابات الرسمية للحدود. استغربت انا، قلت لهم ليه؟ قال لانك هارب وداخل دولتهم مهرب، لو صادوك راح هم اللي يحاكمونك مو احنا اللي راح نحاكمك. يقول خذوني وطلعوني من دولتهم. يقول ركبوني موتر وصاروا يمشون في البران. قلت لهم من انتم؟ قالوا احنا ضباط في الشرطة وارسلتنا الشرطة عشان نقبض عليك، وانت مفقود لك 4 شهور ونص، وزين ان حصلناك. يقول المهم خذوني في هذا الطريق البري وطلعوني بين ذا البران لين وصلت لحدود دولتي. يقول بعد ما وصلت لحدود دولتي ودخلت الحدود حقتي، يقول الا تجي هليكوبتر وفيها شرطيين وتنزل هليكوبتر على الارض ويركبوني معهم. يقول هنا عرفت اني صدق انكشفت وان هذه حرفيا النهاية. خذوني ركبوني حصلوني شخص هادي، ماني قاعد اقاومهم ولا اني قاعد اقول اي شيء. يقول خلال ما يقارب 1.5 ساعة انا في مدينتي وفي قسم الشرطة حق المدينة. قالوا اصبر هنا لين يجون اخوانك واهلك. يقول انا مندهش ومستغرب كيف حصلوني جابوني بذا السرعة والتعب هذا كله، وش صار؟ يقول فجأة الا يدخل الضابط سطام، الضابط اللي تعاونت معاه في طرح المهربين هذوليك. يقول شافني الضابط سطام وشفته ورحت وحضنته وحبيت على راسه وقلت شكرا على وقفتك حرفيا اللي سويتها. الا قال لي بالعكس شكرا على وقفتك انت، انك تعاونت معنا وقدرنا نطرح المجرمين هذوليك، والله يعطيك العافية. يقول شوي قال الضابط سطام انا لي فترة ابحث عنك وطلبت من الشرطة انها تبحث عنك في كل مكان، نبغى نكافئك على الشيء اللي سويته معنا، ولكن وين اختفيت وليه رحت الدولة الثانية؟ قلت له من قال لكم اني انا في الدولة الثانية؟ قال اهلك قالوا لنا انك انت في الدولة الثانية ويقولون انك وصلت واتصلت من كابينة اتصال. قلت نعم بس ليه اهلي قالوا لكم؟ هنا عرفت ان اهلي خلاص يبغون سالم يقام عليه الحد ويموت. شوي اللي قال لي استرح والحين عرفت اسمك الحقيقي، اسمك سالم ولا قلت لي من زمان. قلت والله اني كنت خايف ولا ابغى احد يعرف اسمي، الحد الان انا ساكت ما ادري متى راح يودوني السجن ويقيمون عليه الحد. يقول بعد لحظات الا جاء اخوي الكبير وامي وابوي. يقول اول ما دخلت الا اسمع صياح امي وتحضني واقعد احضن امي. يقول امي تحضني وانا احضنها وبوس على راسها ويديها واقول يا يمه سامحيني على الشيء اللي سويته. يقول واخوي ساكت وابوي ساكت. الا شوي ابوي يقول لي الحمد لله على السلامه. شوي اخوي الكبير يناظر فيني قال يا سالم سامحني. تكفى يا سالم سامحني. قلت اسامحك على ايش؟ شو الموضوع؟ وش صاير؟ وش حاصل؟ اسامحك على ايش؟ قل لي. قال انت بس سامحني وراح اعلمك كل شيء. واخوي صار يبكي. اقول له ايش فيك يا ولد؟ واخوي كبير اكبر مني ب 24 25 سنه قاعد يبكي علي. قلت له سامحك على ايش؟ انا مسامحك في كل شيء، بالعكس شكرا لك انت وعمي الله يعطيكم العافيه. يقول قام اخوي الكبير وحب على راسي قال اسمع يا سالم، شفت اليوم اللي قلت لك فيه ان في شخص قتل في نفس مدينتنا؟ صار اللي مات يا سالم مو هو الشخص اللي
اللي طقيته انت، اللي مات واحد ثاني وتصادفت وصارت في نفس اليوم. يقول من بعد ما قلت لك روح وعمي عطاك السيارة صرنا نبحث عنك ليل نهار، وبلغنا الشرطة انهم هم يبحثون عنك. يقول يوم قال لي الكلام هذا ما ادري انا بين غضب ولا بين فرحة، بين تعب ولا بين راحة، بين ألم ولا بين استشفاء. انا ما ادري ويني فيه، انا ما ادري وش راح اسوي. مخي انضغط ضغط مو طبيعي. قلت يعني انا كنت ماني مجرم وقاعد انحاش واخاف من ظلي وادخل مع المهربين وممكن افقد حياتي، واخر شيء صرت ماني مجرم. يقول شوي اللي امي قاطعتنا وقالت الحمد لله انك حي وبخير وهذا اهم ما عندي. يقول سكت منصدم ما ادري ايش راح يصير معي، بس الحمد لله اني ما قتلت احد في حياتي، ولكن لحد الان انا عشت اقوى 4 شهور مرت في حياتي. يقول شوي قال لي الضابط ولكن لا تحسب انك راح تفك من القانون، عندك الله يسلمك تعديات انت سويتها، انك انت دخلت من دولة الى دولة ثانية تهريب، ولكن وقفة الضابط سطام معاك راح نعفيك من هذا الشيء وراح نخليك من الناس اللي تعاونت عشان تحمي بلدها. يقول يوم صرت انظر للموضوع كذا بنظرة يعني كبيرة، عرفت ان كل انسان في هذه الدنيا ممكن يمر ببلاء، ولكن البلاء هذا في الحقيقة مو بلاء، البلاء هذا ممكن يوديك للخير او يحميك، ولكن السالفة ما وقفت هنا. يقول شوي قال لي اخوي شفت الناس اللي كنا بنروح عندهم الاستراحة واللي في ذاك اليوم صارت سالفتك؟ قلت له ايوه وش فيهم؟ قال طيب تدري ان الاستراحة هذيك احترقت، واحد من اخوياي جته اصابة في وجهه وفي كتفه. قلت الحمد لله على كل حال، وتذكرت كلام الله سبحانه وتعالى وان مع العسر يسرا، يعني لا جاك العسر مو معناه نهاية الحياة، لو وصلت مشاكلك الى اقصى مراحلها مو معناها نهاية حياتك، إن مع العسر يسرا، يعني في كل عسر مفروض أبتسم وأفرح لأن بعده راح يكون اليسر وما أستسلم. وسبحان الله اللي ربي نجاني من الحريق وخلاني أساعد دولتي في القبض على المهربين هذولي. يقول شوي إلا أبوي يقول وبرضه الناس اللي طقيتهم تراهم سامحينك وكتبوا تنازلهم كامل. قلت يا يبا زين والحمد لله علي أنا فيه، ولكن لحد الآن أتذكر الموقف الضخم اللي مر علي من شخص كان يلعب سوني وبصحة وعافية إلى شخص هارب من ظله والعدالة. ولهنا وصلنا نهاية قصتنا في هذا اليوم. أتمنى أني ألقيت هذه القصة بشكل مناسب لك حبيبي وعزيزي المتابع. إذا وصلت لهذه المرحلة لا تنسى تضغط على اللايك وتترك لنا كومنتك الجميل تحت في الكومنتات، وأشوفكم في أمان الله في قصة جديدة. سلام عليكم.